جوزي عمل اللي مفيش اي راجل ممكن يعمله. جه قبل الفطار بساعة وخدني قدام الناس في الشارع وعمل فيا حاجة ما تخطرش على بال اي حد. انا واحدة عندي 35 سنة عشت يتيمة الاب، ابويا توفى من وانا عندي 5 سنين. في الوقت ده امي هي اللي ربتني وتعبت عليا جدا جدا. وبعد ما كبرت وبقيت عروسة في واحد جه اتقدم لي، الشخص ده اللي هو جوزي دلوقتي. اتقدم لي، هو كان وحيد على بنتين، وحيد امه وابوه على بنتين. ساعتها انا وافقت، قلت ده اكيد هيعوضني حنان ابويا اللي انا فقدته. وفعلا اتجوزته وانا عارفه ان انا هعيش في بيت عيله. والده ووالدته كانوا عايشين في الشقه بتاعتنا، ساعتها اضطروا ان هم ينقلوا في الدور الارضي عشان انا اخد الدور اللي فوقيهم. وفعلا عشت في بيت العيله، واخواته الاتنين كانوا متجوزين بره. في الوقت ده انا قلت طالما انا عايشه في بيت عيله لازم ان انا اهتم بحماتي وان انا اعمل لها كل حاجه زيها زي امي بالظبط. وفعلا كنت